أنساني العيد صنيعهم وما يحق لي أن أنسى، وتلك سقطة بحقي وليست غير ذلك. ومهما بدأت فيه من الوصف فقد خبت ولا أجد لما أوجده شيئا يفي بالغرض. كيف لا، والترجي طغى على كل الرياضات من طائرة ويد وكرة قدم وغيرها. غول القارة بطلا للدوري التونسي للمرة 33 بتاريخها، جاء على أندية البطولة ونال منهم باستحقاق ليبلغ ما بلغ ويضع نفسه على المنصة. ومن كثرة تكرار المشهد فلم يعد هناك ما يدعو للانبهار، لأن أحلام البعض أصبحت لدى المكشخة مجرد ذكرى. إن شاءوا أحيوها وإن شاءوا مروا عليها مرور الكرام مراعاة لشعور البقية. الوصول للقمة صفات المجتهدين والبقاء فيها من صفات الأبطال، وبين هذا وذاك تجد الفروقات بين أن تكون ترجيا أو أن تكون غير ذلك. ومع أني لست ترجيا ولا تونسيا بالأساس، لكني لا أدري شعور غير المكشخ وكيف يعيش من الأصل. هذا هو ويرى صيت الترجي يصل مداه للشأن الذي نراه، مع حبي واحترامي لمشجعي الأندية التي تبقت. الترجي يعيد صنع نفسه من جديد، ولا يمكن أن تختار الأفضل هذا الموسم من بين اللاعبين، لأنك ستحتار من دون شك من ميش أو ساس أو بن حميدة أو غيرهم، لأن هناك روح نادية تعكس لك الجماعية التي أوجدها المدرب الحالي وزرعها فيهم. لا شيء جديد في الأمر، الترجي في الصورة والبقية تلتقط. جيب واحدة بالفركية، يرحم أمك وبلاش ما تتغشش يا صحيبية.